تخيل إنك عايش في سجن، بس السجن ده هو سبب نجاة العالم كله. آلاف البشر محبوسين في ملجأ عملاق تحت الأرض، ومش بمزاجهم. في سر أغرب من الخيال بيخليهم محبوسين. السر هو إن أي محاولة منهم للخروج للعالم اللي فوق بتتقابل برد فعل عنيف من الكوكب نفسه. السماء بتبدأ تمطر نيازك مدمرة، والبحار بتتحول لتسونامي، كأن الأرض بتعاقبهم وبتقول لهم مكانكم تحت. وسط الناس دي في أب جون اكتشف إن الخطر الحقيقي مش بره الملجأ، الخطر بقى جوه معاهم وهيقضي على عيلته لو فضلوا مكانهم. عشان كده قرر يعمل المستحيل، يهرب. بس السؤال المرعب هنا، هل لما يفتح باب سجنه عشان ينقذ مراته وابنه هيكون بكده فتح أبواب جهنم على البشرية كلها؟ عشان نعرف الإجابة لازم نكمل الفيلم للآخر. في أول مشهد الفيلم بيرجع بينا فلاش باك سريع عشان نفهم أصل الحكاية. مذنب عملاق خبط في كوكب الأرض من سنين ودمر تقريبا كل حاجة. الكوكب اتحول لخرابة والحضارة البشرية اتمحت. لكن الكارثة ما وقفتش عند كده، فضلت شظايا صغيرة من المذنب ده وقطع صخرية ونيازك بتنزل على الأرض كل فترة، وده خلى الحياة على السطح مستحيلة. الهواء ملوث والجو متقلب وخطر الموت من السماء بقى في كل لحظة. الحل الوحيد اللي البشر لقوه عشان ينجوا بحياتهم هو إنهم ينزلوا يعيشوا في ملاجئ محصنة تحت الأرض. بعدها بنرجع للزمن الحاضر وبنشوف حال الأرض دلوقتي، منظر بشع، مدن متدمرة، طبيعة ميتة، وسما لونها غريب. واضح إن العيشة على السطح دي بقت مجرد حلم مستحيل. في وسط الخراب ده بنتعرف على ملجأ اسمه جرينلاند، وهنا بنقابل بطل قصتنا جون راجل شجاع لابس بدلة حماية متطورة وخوذة عشان تحميه من الهواء السام بره، وطالع من الملجأ في مهمة استكشاف. مهمته بسيطة، يدور على أي حاجة ممكن تكون مفيدة للناس اللي عايشين في الملجأ، سواء أكل معلب أو أدوات أو أي شيء ممكن يساعدهم يكملوا حياتهم تحت الأرض. جون بيمشي بحذر وسط الأنقاض، وفجأة بيلمح من بعيد شط بحر. على الشط ده بيلاقي مجموعة مراكب صغيرة وقارب، وجنبهم سفينة كبيرة نوعا ما. طبعا وجود سفينة ده اكتشاف عظيم. جون بيتجاهل المراكب الصغيرة وبيدخل على طول يستكشف السفينة الكبيرة. جوه السفينة بيلاقي كنوز بالنسبة لوضعهم الحالي، حاجات كتير جدا ممكن يستخدموها. وسط الحاجات دي بيلاقي كتاب، ولما بيفتحه بيلاقي جواه وردة مجففة. لحظة هدوء بسيطة في عالم كله دمار. لكن الهدوء ده مش بيكمل، فجأة جهاز الاتصال بتاعه بيشتغل، وزمايله في الملجأ بيحذروه بصوت كله قلق: ارجع فورا يا جون، في عاصفة رعدية مرعبة جاية عليك. جون بيطلع يجري من السفينة ويبص للسماء، بيلاقي مشهد يخض. عاصفة ضخمة بتقرب بسرعة والبرق بيضرب في كل حتة. بيبدأ يجري بأقصى سرعة عنده عشان يلحق يوصل للملجأ قبل ما العاصفة تقضي عليه. المسافة مش بعيدة، لكن العاصفة أسرع منه. زمايله من جوه بيفتحوا له باب الملجأ الضخم ببطء، والعاصفة خلاص بقت على بعد خطوات منه. في آخر لحظة بيرمي نفسه جوه الملجأ قبل ما الباب يتقفل، وبينجو من الموت بأعجوبة. بعد ما الخطر بيعدي بنشوف اجتماع مهم بيحصل جوه ملجأ جرينلاند. في الاجتماع ده بنشوف واحدة اسمها أليسون. بنكتشف إن أليسون دي تبقى مرات جون. الناس اللي في الاجتماع بيناقشوا موضوع خطير جدا. الملجأ ده بقاله 5 سنين شايل مئات من الناس، لكن العدد زاد جدا مؤخرا، والأكل والمؤن بدأت تقل بشكل مخيف. المشكلة الأكبر كمان إن الملجأ نفسه ما بقاش آمن. الهزات الأرضية والضغط الخارجي بدأ يأثر على جدرانه، وبقى مسألة وقت بس قبل ما ينهار على اللي فيه. وسط النقاش واحدة من القادة اسمها أمينة بتقترح حل جريء. بتقول لهم إنهم لازم يدوروا على مكان جديد وآمن، وبتقترح عليهم يروحوا مكان أسطوري سمعوا عنه اسمه الفوهة The Crater. بتقول إن المكان ده فيه هواء نقي وإن تربته نظيفة لدرجة إنهم ممكن يزرعوا أكلهم من جديد ويعيشوا زي زمان. المشكلة الحقيقية إن الفوهة دي مجرد حكايات، مكان أشبه بالجنة على أرض مدمرة. الكل سمع عنه لكن محدش يعرف هو موجود فعلا ولا لأ، ومحدش يعرف مكانه بالظبط فين. في مشهد تاني بنشوف جون بيتكلم مع دكتور في الملجأ. من حوارهم بنفهم إن جون عنده مرض خطير وإن أيامه في الدنيا معدودة، هو على وشك الموت، والأسوأ إن مفيش علاج لمرضه ده. جون خايف ومخبي سر موته المحتم ده عن عيلته، عن مراته وابنه، عشان مش عايز يقلقهم. في نفس اللحظة اللي بيتكلموا فيها الملجأ كله بيتهز هزة عنيفة بتفكرهم بالخطر اللي عايشين فيه كل يوم، وبالسبب اللي بيخليهم يفكروا يهربوا من المكان ده. وبنعرف كمان إن في مجموعة جديدة من الناجين في طريقهم للملجأ عشان ينضموا ليهم، وده هيزود الضغط على الموارد أكتر وأكتر. بعد كده الكاميرا بتنقلنا لمدرسة صغيرة جوه الملجأ، وبنتعرف على نيثان ابن جون وأليسون. الولد ده هو كل حياة جون. بنشوف العيلة دي بتحاول تعيش حياة طبيعية قدر الإمكان في الظروف الصعبة دي، لكن في يوم أليسون بتكون بتزعق لنيثان، والسبب إنه كان خرج بره الملجأ
الملجأ لوحده. الموضوع بيكبر وبيوصل لجون، وجون بينفعل جدا على ابنه، بيقول له انت اتجننت، الهوا بره سام، مفيش نفس نظيف تتنفسه، ده غير المخاطر التانية، ازاي تطلع لوحدك؟ بعد الموقف ده جون بيحاول يقضي وقت مع مراته، لكن عقله مشغول، بيفكر ازاي هيقول لها على حقيقة مرضه وازاي هيسيبها هي وابنه لوحدهم في العالم ده. في اليوم اللي بعده والناس الجديدة لسه في طريقها للملجأ، الكارثة اللي كانوا خايفين منها بتحصل. جون بيلاحظ ان في شروخ وتصدعات بتظهر في جدران الملجأ، فجأة زلزال مدمر بيضرب المكان، الملجأ كله بيبدأ ينهار والصخور والتراب بينزلوا من كل حتة. جون بيقوم بسرعة وسط الفوضى، بيلملم نفسه وبيروح يجري على عيلته، بيصرخ فيهم لموا حاجتكم بسرعة، لازم نطلع من هنا حالا. بيلبسوا الأقنعة الواقية وبيحاولوا يخرجوا من الباب الرئيسي، لكن بيلاقوا الناس كلها متكدسة هناك والباب مسدود، الوضع بقى حياة أو موت. جون بيفكر بسرعة وبياخدهم على مخرج الطوارئ الخلفي. في آخر لحظة ممكنة قبل ما المكان كله يدفن تحت الأرض، الأربعة جون وأليسون ونيثان وأمينة اللي كانت معاهم بيقدروا يهربوا ويطلعوا على السطح. بره الفوضى أكبر وأعظم، الناس اللي نجت بتجري ناحية الشط، ناحية المراكب اللي جون كان شافها قبل كده. بيبدأ صراع عنيف على المراكب، كل واحد عايز يضمن لنفسه مكان عشان ينجو. جون وعيلته بيحاربوا عشان يوصلوا المركب، وبعد خناقة وتدافع بينجحوا أخيرا إنهم يركبوا قارب صغير ويبدأوا يتحركوا. لكن في نفس اللحظة موجة تسونامي عملاقة بتتكون في البحر وبتضرب الشط بكل قوة، بتغرق وبتقضي على كل الناس اللي لسه كانوا بيحاولوا يهربوا. مشهد مأساوي بيشوفوه بعينيهم وهم في عرض البحر، الأمواج لسه عالية والقارب بتاعهم بيتقلب يمين وشمال، لكنهم بيقدروا يسيطروا عليه وبيكملوا طريقهم بعيد عن الشط المدمر. بعد ما الخطر المباشر بيعدي بيبدأوا يناقشوا الخطوة الجاية، هيروحوا فين؟ أقرب مكان ليهم هو أيسلندا، لكن حسب المعلومات اللي عندهم أيسلندا اتمحت من على الخريطة من زمان. الحل الوحيد اللي قدامهم هو انجلترا. الطريق لانجلترا بالقارب ده طويل ومتعب، ممكن ياخد أسابيع، لكن مفيش قدامهم اختيار تاني. بيوافقوا كلهم وبيبدأوا رحلتهم الصعبة. بعد كام يوم في البحر موتور القارب بيعطل، جون بخبرته الميكانيكية بيقدر يصلحه وبيرجعوا يكملوا رحلتهم تاني. في ليلة من الليالي وجون ونيثان قاعدين على سطح القارب بيبصوا للسماء، لأول مرة من سنين بيشوفوا النجوم صافية وواضحة، لحظة سلام وسعادة نادرة، فرحانين إنهم لسه عايشين عشان يشوفوا منظر زي ده تاني. لكن المصايب مش بتسيبهم في حالهم، بعد فترة القارب بيقف تاني، المرة دي المشكلة مش عطل، البنزين خلص. الأمل الوحيد اللي فاضل لهم هو إنهم يسيبوا القارب لأمواج المحيط، يمكن تزقهم بالصدفة لحد شواطئ إنجلترا. بيفضلوا على الحال ده أيام طويلة، أكلهم وميتهم بتقل والأمل بيبدأ يموت جواهم، لحد ما في يوم بيحسوا بخبطة في القارب، بيبصوا بره وبيكتشفوا إنهم وصلوا إنجلترا أو اللي فاضل منها. بيلاقوا نفسهم قدام مدينة غرقانة بالكامل تحت المية، بيكملوا رحلتهم بحذر بين المباني الغرقانة لحد ما بيوصلوا لمنطقة يابسة. بيبدأوا يدوروا على أي ناجين، أي علامة حياة. بيكتشفوا إن الناس اللي هنا صحتهم متدهورة جدا بسبب استنشاقهم للهواء الملوث لفترة طويلة. بيلاقوا ملجأ تاني هناك، بيحاولوا يدخلوا لكن الحراس بيمنعوهم، قانون الملجأ صارم، محدش يدخل إلا بكارت تعريف يثبت إنه من سكان الملجأ. بالصدفة أليسون بس هي اللي معاها الكارت بتاعها، الحراس بيقولوا لها إنها ممكن تدخل، لكن باقي عيلة أليسون وأصحابها لأ. واحد من اللي معاهم في القارب بيحاول يتخانق ويدخل بالعافية، الحراس بيردوا عليه بالرصاص وبيقتلوه في الحال. في نفس الوقت عاصفة تانية بتبدأ، الحراس بتوع الملجأ بيدخلوا بسرعة ويقفلوا البوابات. جون وأليسون ونيثان وأمينة بيلاقوا نفسهم في الشارع تاني والعاصفة بتقرب. وسط اليأس ده بيلمحوا راجل معاه عربية نقل، بيجروا عليه ويطلبوا منه المساعدة. الراجل بيوافق بس بشرط ياخد الساعة الغالية اللي جون لابسها. جون من غير تفكير بيقلع الساعة ويديها له. بيركبوا كلهم العربية وبيبعدوا عن المكان الخطر ده. هدفهم الجديد هو مدينة لندن، أليسون ليها صديقة قديمة هناك ممكن تساعدهم. بيقرروا يريحوا شوية في مكان هادي. جون بيبدأ يتكلم مع سواق العربية اللي بيعرفهم بنفسه، اسمه أوبي وهو من نيجيريا، وبيحكي لهم إنه حلمه من وهو صغير كان يجي إنجلترا، ولما حلمه اتحقق أخيرا لقى البلد متدمرة. كلامهم بيتقطع لما جون بيلاحظ إن الأرض بتتهز تاني، نيازك بتنزل من السماء، كلهم بيستخبوا ويمسكوا في الشجر عشان يحموا نفسهم. لكن أوبي بيجري ناحية العربية بتاعته، وفي اللحظة دي نيزك بيسقط عليها مباشرة والعربية بتنفجر وهو جواها. موتة سريعة وصادمة لشخص ساعدهم. بعد ما العاصفة بتنتهي جون وأليسون ونيثان وأمينة بيكملوا طريقهم على رجليهم، رحلة طويلة وشاقة لحد ما بيوصلوا أخيرا لمبنى في لندن. المبنى ده
ده هو بيت صديقة أليسون ماكنزي لما بتشوفهم ما بتبقاش مصدقة نفسها، بتفرح جدا وبتقول لهم إنها بقالها 5 سنين ما شافتش وش حد تعرفه. بنعرف إن المبنى ده كان مستشفى زمان وماكنزي عايشة فيه مع شوية مرضى وناجين تانيين، بيتعشوا مع بعض وبيحسوا بشوية أمان لأول مرة من فترة طويلة. الكلام بيجيب بعضه وبيرجعوا يتكلموا عن الفوهة. ماكنزي بتأكد لهم إنها هي كمان سمعت عنها، وإن الحكايات بتقول إنها مكان لسه محتفظ بجماله وصحته زي ما الأرض كانت قبل الكارثة. والأهم بتديهم معلومة جديدة، بيقولوا إن مكانها في فرنسا. بالليل وأليسون نايمة بتصحى على صوت كحة جون، بتقوم مفزوعة تلاقيه بيكح دم. في اللحظة دي جون بيحس إنه خلاص لازم يقول لها الحقيقة، بيعترف لها بمرضه وبإنه مش فاضله كتير في الدنيا. أليسون بتتصدم وبتنهار من العياط. جون بيحضنها وبيقول لها قبل ما أموت لازم أوصلك أنتي ونيثن لمكان آمن، والمكان ده هو الفوهة. وسط دموعها أليسون بتوافق. تاني يوم الصبح بيستعدوا للرحيل. ماكنزي بتديهم مسدس عشان يدافعوا عن نفسهم وبتودعهم وهي حزينة إنهم هيمشوا. جون وأليسون ونيثان وأمينة بيركبوا عربية لقوها وبيبدأوا رحلتهم الجديدة لفرنسا. نيثان بيبقى زعلان ومكتئب، جون بيحاول يهزر معاها ويضحكوا. في وسط اللحظة دي فجأة بيتعرضوا لهجوم، رصاص بيضرب العربية من كل ناحية، رصاصة طايشة بتيجي في أمينة وبتموت في الحال. جون وأليسون بينزلوا من العربية بسرعة وبيشتبكوا مع المهاجمين وبيقتلوهم. بيعرفوا إنهم كانوا مجرد قطاع طرق عايزين يسرقوا العربية. بقلب حزين بيدفنوا أمينة وبيكملوا طريقهم. بيوصلوا لمكان كان المفروض يكون القناة الإنجليزية اللي بتفصل بين إنجلترا وفرنسا، لكنهم بيتفاجئوا بمشهد غريب. البحر اختفى، المية كلها جفت والمكان بقى أرض فاضية. بيكملوا بالعربية لحد ما بيلاقوا نفسهم قدام أزمة تانية. العربيات كلها واقفة لأن الطريق مقطوع بسبب حفرة عملاقة. الطريقة الوحيدة عشان يعدوا الناحية التانية هي عن طريق جسر بدائي معمول من الحبال والخشب، شكله مرعب ومتهالك. مفيش حل تاني. بيبدأوا يعبروا الجسر بحذر شديد ومعاهم ناس تانية برضه بتحاول تعدي. وهم في نص الجسر زلزال تاني بيضرب، الجسر بيبدأ يتهز بعنف والناس بتصرخ وبتقع من عليه وتموت في الحال. جون وعيلته بيمسكوا في الحبال بكل قوتهم وبشكل بطولي بينجحوا إنهم يكملوا عبور ويوصلوا للناحية التانية سالمين. أخيراً هم في فرنسا، بيكملوا مشي وفجأة بيشوفوا حفرة نيزك ضخمة جدا في الأرض. المنظر ده بيزرع الشك جواهم، طب لو الفوهة اللي بندور عليها طلعت مجرد حفرة زي دي، لو الأمل اللي بقينا طلع سراب. وسط حيرتهم بيظهر راجل فجأة وموجه ناحيتهم سلاح. الراجل ده اسمه دينيس. جون بيطمنه وبيعرفه بنفسه وبعيلته وبيقول له إنهم بيدوروا على الفوهة. لما دينيس بيتأكد إنهم مش خطر عليه بيقرر يساعدهم وبياخدهم معاه في عربيته. دينيس بيوصلهم لبيته اللي يعتبر مكان آمن نسبيا. هناك بنتعرف على عيلته، مراته جوليا اللي مريضة وما بتعرفش تتحرك، وبنته كميل اللي في سن نيثن تقريبا. بالليل وهم بياكلوا دينيس بيكشف لهم الحقيقة الكاملة عن الفوهة، بيأكد إنها موجودة فعلا لكنها مش الجنة الهادية اللي هم متخيلينها. المكان ده بقى منطقة حرب، جيوش من دول مختلفة بتتخانق عليه، كل جيش عايز يسيطر على آخر مكان صالح للحياة على الأرض. نيثان وكميل بيصاحبوا بعض بسرعة. كميل بقالها 5 سنين ما شافتش طفل في سنها وكانت وحيدة طول الوقت. في نفس الوقت جون وأليسون بيفكروا في أصعب قرار، إزاي هيقولوا لنيثان حقيقة مرض أبوه، إزاي هيخلوا طفل يستوعب إنه هيفقد أبوه قريب. تاني يوم دينيس بياخد جون على جنب، بيوريه خريطة بتوضح مكان الفوهة والطريق ليها، وبعدين بيديله صورة قديمة فيها هو وواحد صاحبه. بيقول له ده صاحبي جونيد، هو قائد في الجيش الفرنسي هناك، لما توصلوا وريه الصورة دي وقول له إن أنا اللي بعتكم وهو هيدخلكم الفوهة. لكن دينيس بيبقى عنده شرط واحد ووحيد، خدوا بنتي كميل معاكم. هو مش هيقدر يروح ويسيب مراته المريضة لوحدها، فكان عايز يضمن لبنته مستقبل آمن على الأقل. جون بيتردد، دي مسؤولية كبيرة جدا، لكن أليسون بتحسم الموقف وبتقول له موافقين هناخدها معانا. كميل بتودع أبوها وأمها في مشهد مؤثر جدا، كلهم بيعيطوا وبتبدأ رحلة الفريق الجديد، جون وأليسون ونيثن وكميل. وهم في الطريق بيلاحظوا إن كميل حزينة جدا ومهمومة، بيوقفوا العربية وبيبدأوا يلعبوا معاها لعبة عشان يغيروا مودها، وبالفعل البنت بتبدأ تضحك وتنسجم معاهم. فجأة بيلاقوا نفسهم محاطين بجنود من الجيش الفرنسي، بيسألوهم هم مين ورايحين فين. كميل بترد بسرعة وثقة، أنا بنت صديق القائد جونيد وإحنا رايحين نقابله في
الفوهة. الجنود بيقتنعوا وبياخدوهم في عربيات مصفحة عبر منطقة الحرب المشتعلة. أخيراً بيوصلوا المعسكر جيش على أطراف الفوهة. أول حاجة بيلاحظوها إن الهوا هنا مختلف، نقي ومنعش. بيعرفوا إنهم قريبين جداً. بيدخلوا المعسكر وبيدوروا على القائد جنيد. بيسألوا عسكري عنه. العسكري من غير ما يتكلم بيشاور لهم على جثة متغطية، إنه جنيد مات في المعارك. آخر أمل كان عندهم اتهد في لحظة. جون بينهار وبيترجى العسكري، بيحكي له قصته وإنه بيموت ومحتاج يوصل عيلته للأمان. قلب العسكري بيحن عليهم، بيقول لهم في أتوبيس هيتحرك للفوهة دلوقتي، روحوا اركبوا فيه بسرعة. بيدخلوا الأتوبيس والفرحة والأمل بيرجعوا لقلوبهم تاني. لكن المصايب لسه ما كملتش. وهم في الطريق 2 مسلحين بيوقفوا الأتوبيس وبيحاولوا يسيطروا عليه. جون اللي ما بقاش عنده حاجة يخسرها بيهجم على واحد منهم بكل قوته. باقي الركاب في الأتوبيس بيتشجعوا وبيهجموا على الراجل التاني وبيقتلوه. جون بينجح إنه يتغلب على الراجل اللي بيحاربه، لكن بعد ما المعركة بتخلص بيكتشفوا إن جون اتصاب بطلقة في بطنه. بينزف بغزارة، لكنهم بيكملوا طريقهم. الأتوبيس بيوصل لنقطة ما بيقدرش يكمل بعدها. بينزلوا كلهم وبيبدأوا يكملوا مشي. بيطلعوا على تلة عالية. مع كل خطوة جون صحته بتتدهور. أخيراً بيوصلوا لقمة التلة، ومن فوق بيشوفوا المشهد اللي حلموا بيه طول رحلتهم. تحتيهم الفوهة بتمتد قدامهم، جنة خضراء وديان واسعة، شلالات مية وأشجار كثيفة. مكان كأنه ما تأثرش بالكارثة أبداً. الفرحة بتتملى في قلوبهم. وصلوا، نجحوا. لكن الفرحة دي بتبقى منقوصة. جون بعد ما فقد دم كتير بيقع على الأرض. بيعرف إن دي النهاية. بيقرب نيثان منه، وفي اللحظات الأخيرة دي بيحكي له عن مرضه وبيقول له خلي بالك من مامتك كويس، انت دلوقتي راجل البيت. بيقول لهم آخر وداعا لي. نيثان وأليسون بيعيطوا بحرقة. بنشوف فلاش باك سريع لذكريات جون السعيدة مع عيلته، وبعدها جون بياخد آخر نفس في حياته وبيموت وهو شايف بعينيه عيلته وصلت للأمان اللي ضحى بحياته عشانه. بعد ما الحزن بياخد وقته، أليسون بتمسح دموعها، بتمسك إيد نيثان وإيد كميل، والتلاتة بيبدأوا ينزلوا من على التلة متجهين لحياتهم الجديدة في الفوهة. بيمشوا ناحية الأمل، ناحية المستقبل اللي جون رسمه لهم بتضحيته. وهنا الفيلم بيخلص. رحلة جون وعيلته كانت مرعبة وصعبة، لكن أهم حاجة إن الأمل فضل موجود لغاية آخر لحظة. وزي ما هم كانوا بيدوروا على ناجين تانيين يكملوا معاهم الطريق، إحنا كمان رحلتنا في القناة دي بتكمل بيكو. فلو عايز تكون جزء من الناجين وتوصل معانا للقصص الجاية، اللايك بتاعك هو الإشارة اللي بتطمنا إنك وصلت معانا لآخر الحكاية بسلام. أما الاشتراك بتاعك فده اللي بيفتح لك باب الملجأ بتاعنا عشان تكون أول واحد يشوف المغامرة الجاية أول ما تنزل. مستني أعرف في الكومنتات لو كنت مكان جون كنت هتاخد قرار تخرج من الملجأ وتهرب ولا لأ. أشوفكوا في الملجأ الجاي، قصدي الفيديو الجاي. سلام.